تريكات بس بتفرق كتير في الطعم والتوفير. صلي على الحبيب قلبك يطيب، يا رب اللي يعمل لايك ربنا يرضيه في حياته وفي ولاده. لما تنزلي بالبصلايه لو انت عايزه الاكل سبايسي وعايزه تزودي القيمه الغذائيه، انزلي كمان بقرن فلفل سبايسي. والتركه الاهم بقى، ما تخليش البصلايه تاخد لون، يا دوبك تتشوح ريحتها تطلع. انزلي بنوع الخضار اللي انت بتعمليه، هتحافظي على لونه وتعززيه. ومن ناحيه تانية لازم تشوحيه قبل الصلصه. هنا نزلت بالبسله اللي انا كنت مفرزاها من السنه للسنه، حلوه زي الفل زي ما انت شايفه كده بتلجها. هغطيها وهسيبها 10 دقايق، هلاقيها فكت وساحت. ولازم اديها تشويحه. خدي بالك لازم تشوحي الخضار بالذات لو نزل ميته وتشوح مع البصل، لازم الميه تنشف. انا هنا بوريك الميه يتشوح مع البصل ومعلقه السمنه والفلفل والسبع بهارات. عايزه اقول لك هتاكلي احلى خضار في حياتك وهتعززي لونه بقى. يعني لو هو اخضر هتلاقي اخضر، لو هو اورنج هتلاقي اورنج، زي الجزر والبسله كده اللي انا بعمله من النهارده. هنا شوحتها ميتها نشفت خالص، هنزل باخر حاجه بالصلصه. الصلصه سيبيها تتسبك على مهلها. احنا ناس بتحب الاكل صايص يا جماعه، اذا كانت الملوخيه خفيفه خالص او حتى البسله والطبيخ لازم يبقى فيه صلصه. احنا عاده بنحب كده، جوزي بيحب كده. تريكات هتفرق كتير.